في لحظات في الرياضة بتوقف القلب، لحظات ممكن تصنع بطل أو تحطم أسطورة، وركلة الجزاء هي يمكن أكتر واحدة منهم. هي مش مجرد تسديدة، لأ، هي حرب أعصاب حقيقية. اليوم راح نغوص في عقل اللاعب عشان نعرف شو هو السر ورا النجاح والفشل من مسافة 11 متر بس. المشهد قدامنا بسيط، لاعب، كرة، مرمى. بس في الحقيقة الخصم الأكبر مش حارس المرمى، الخصم الحقيقي هو الأصوات اللي جوه راس اللاعب. يعني هي معركة بين الإرادة والشك، بين الثقة والخوف. تخيلوا معي 11 متر بس بتفصل بين المجد والخيبة، وفي الطرف الثاني حارس مرمى كل مهمته أنه يوقفك، وفوق كل هذا ضغط ملايين المشجعين اللي حابسين أنفاسهم. أي غلطة ممكن يكون ثمنها غالي كتير. طيب شو اللي بصير بالضبط جوا دماغ اللاعب بهاي اللحظة المشحونة؟ العلم عنده تفسيرات مدهشة. في علم النفس الرياضي الظاهرة هاي إلها اسم، الاختناق تحت الضغط. بتصير لما الرياضيين حتى المحترفين يفشلوا في الأداء باللحظات الحاسمة. الموضوع مش نقص مهارة أبداً، هو تأثير القلق الشديد على قدرتهم ينفذوا شيء اتدربوا عليه آلاف المرات. هون بتصير المعركة الحقيقية جوا دماغه. شوفوا، في الوضع الطبيعي العقل بيكون على وضع خلينا نسميه الطيار الآلي، الحركة بتطلع سلسة وتلقائية. لكن لما يزيد الضغط بيشتغل قسم تاني، قسم التفكير الزايد. اللاعب بيبدأ يفكر زيادة عن اللزوم. طيب لو ضيعته شو رح يصير؟ كل هالأفكار بتخرب الحركة التلقائية اللي متعود عليها الجسم. الصورة هاي بتوضح الصراع بالضبط. على الشمال منطقة المهارة الآلية اللي بدها بس تنفذ المهمة، وعلى اليمين منطقة القلق اللي بتضل تصرح بالشكوك وبتغرق الأداء في بحر من التردد. وهاي الخريطة الحرارية للدماغ بتورينا شو بصير. اللون الأحمر بيمثل المناطق اللي ما إلها دخل بالمهمة، وشايفين كيف مولعة بالنشاط؟ هذا تشتيت داخلي حرفياً. الدماغ بصير يركز على كل شيء إلا على المهمة البسيطة المطلوبة، تسديد الكرة في المرمى. طيب خلينا نشوف كيف هذا العلم بيترجم لقصة واقعية ومؤثرة، قصة المنتخب المغربي مع ركلات الجزاء. لعقوداً طويلة ركلات الجزاء الضائعة باللحظات الحاسمة عملت شيء بيشبه صدمة جماعية للمنتخب وجمهوره، من الهزيمة المؤلمة على أرضهم سنة 88 للحظة اللي حبست أنفاس كل المغاربة لما كرة زياش ضربت بالقائم، وصولاً لتسديدة حكيم اللي هزت العارضة وهزت معها آمال كاملة. هاي مش مجرد أرقام وإحصاءات، هاي لحظات ألم شخصي ووطني. كلمات زياش بتعكس قد ايه ثقيل المسؤولية وشعور الخذلان اللي بيطارد اللاعب بعد فرصة مثل هاي. بس لكل لعنة في أبطال بكسروها، والقصة هاي بتلاقي نقطة تحولها في لحظات من القوة الذهنية الخارقة. في كأس العالم 2022 وقف حارس المرمى ياسين بونو مثل الجدار قدام إسبانيا. لما تصدى لركلتين ترجيح هو ما كسر اللعنة وبس، هو أعاد كتابة التاريخ وصار بطلاً قومي. تحدى كل الماضي بأداء أسطوري، وصل المغرب لربع النهائي لأول مرة. بعد بطولة بونو كل العيون تحولت للاعب كانت بتطارده ذكرى فشل قديمة، وواجه لحظة الحقيقة تبعته، الكرة بين رجليه والتاريخ على كتافه. وهون النقطة الأهم، حكيمي ما هرب من شبح الماضي، بالعكس واجهه، اعترف بالذكرى المؤلمة، بس بدل ما تسيطر عليه هو اللي سيطر عليها. أخذ قوته من ثقة فريقه فيه وسجل هدف الفوز. كانت لحظة فداء مش بس إله، للفريق كله. طيب شو الدرس الأخير اللي ممكن نطلع فيه من هاي الرحلة بين العلم والألم والفداء؟ كل هاد بوصلنا لسؤال واحد مهم، الموضوع بتعلق بقوة التسديدة ولا بقوة العقل؟ والجواب واضح جدا، النجاح أو الفشل بينحسم في المساحة الصغيرة هاي بين أذني اللاعب قبل ما رجله تلمس الكرة حتى. المرة الجاية لما نشوف ركلة جزاء خلينا ما نشوفها مجرد تسديدة، خلينا نشوف الدراما النفسية العميقة اللي بتصير. هاي مش مجرد رياضة، هي اختبار حقيقي للشخصية وللقوة الذهنية وللروح البشرية قدام ضغط هائل.